أهلا بكم في الغرفة. أهلا بكم متابعينا الكرام في قناة الغرفة. في البداية حابب أقول إن قصتنا النهاردة من كتابة محمد عبد الرحمن شحاتة، وعايز أقول كمان إن قصتنا النهاردة مميزة جدا وأحداثها غريبة شوية، فزي ما تعودنا نفصل نفسينا عن أي حاجة حوالينا ونجهز سماعاتنا، ويلا بينا نشوف قصتنا النهاردة بتتكلم عن إيه. يلا بينا. اللي يعيش يا ما يشوف، واللي يسافر يشوف أكتر. وواحد زي حالاتي غاوي رحلات وسفاري ومغامرات، وبلاقي نفسي وبحقق ذاتي لما بسافر وبعمل الحاجة اللي بحبها. أنا ياما اتعرضت لمخاطر، ودي حاجات وارد إنها تحصل في الصحراء والأماكن المفتوحة. يعني ممكن تتفاجئ بعقرب معدي من جنبك، لو لدغك هتقول على نفسك يا رحمن يا رحيم. أو حية سامة بتقرب منك ومن حركتها تفهم إنها ناوية تعمل معاك الواجب. وطبعا لدغتها مش هتختلف كتير عن العقرب، كله بيقطع تذكرة سفر للآخرة. ده غير بقى ديب ممكن يهاجم المخيم بالليل، وحاجات كتير بنكون عاملين حسابها قبل ما نطلع، يعني اتعودنا عليها. بس أنا من فترة ما طلعتش أي طلعة من اللي بحبهم، لأن معتز صاحبي الوحيد واللي بيشاركني في كل حاجة كان مشغول اليومين دول، وأنا ما حبيتش أتقل عليه وأطلب منه إننا نطلع. قلت أصبر لحد ما يفضى براحته، بس صبري مطلش كتير. يا دوب يومين بالظبط ولقيت معتز بيكلمني وبيقول لي: ازيك يا اسامه؟ فينك يا ابني مختفي ليه؟ هو لو انا ما سالتش انت ما تسالش يعني ولا ايه؟ رديت على كلامه وأنا ناوي في نهاية المكالمة أفكره نشوف أي رحلة سفاري نطلعها لما يبقى فاضي. حتى قلت له: مش هتفضى قريب بقى؟ يا عم انا بكلمك عشان اقول لك ان انا فضيت مخصوص وكلمتك. ما هو العرض ده محدش يقدر يفوته. عرض إيه اللي بتتكلم عنه؟ رحله اسبوع في سينا، فندق من اللي قلبك يحبه، تخييم بقى في مكان جديد ومتحوط كله بالجبال، حفلات وشوي واغاني وهيصه. بقول لك ايه، هتبقى مردغانه يا معلم. انتظرت شوية كده وبعدها قلت له: هي الرحلة دي طالعة إمتى؟ هنتحرك الخميس بالليل، يعني بعد يومين بالظبط. جهز نفسك، انا دفعت الاشتراكات وكل حاجة. المصاريف هناك بقى هتبقى عليك يا معلم. في الميعاد بالظبط كنت واقف أنا ومعتز قدام الأتوبيس اللي هيطلع بالرحلة، واللي كان عليه اسم شركة السياحة. وبالمناسبة هي شركة اسمها معروف، وده اللي خلاني واثق من إنها هتكون رحلة زي ما الكتاب بيقول. حطينا الشنط في شنطة الأتوبيس وبعدها ركبنا، ولما الدنيا بقت تمام الأتوبيس اتحرك وعرفنا إننا هنوصل الفندق بعد الفجر. ده اللي قاله مشرف الرحلة، ده غير إنه اتكلم عن شوية حاجات تخص الرحلة والبرنامج بتاعها ومعلومات عن الفندق. ولما وصل للتخييم قال إنه هيرافقنا دليل من أهل سينا، بالتحديد من قبيلة الترابين. وده شيء طبيعي، لأن مش أي حد يقدر يمشي في الصحراء، لأنها بتبلع الغريب عنها، بيتوه لحد ما الجفاف والرياح يخلصوا عليه. ده لو ما خلصت عليه ديب مثلا. برغم الهيصة اللي في الأتوبيس عيني غفلت، نمت نوم مريح جدا كأني نايم على السرير في بيتنا. ساعتها شفت نفسي في مكان واسع، واقف قدامي بنت جميلة، وشها كان بدر منور وجسمها مرسوم زي الغزلان. كانت بتمدلي ايديها، ومع أول خطوة مشيتها ناحيتها حسيت حاجة خبطتني في كتفي. اتفزعت ورفعت راسي ولقيت الأتوبيس واقف. الإيد اللي خبطتني كانت إيد معتز. بصيت له وأنا متضايق من جوايا.
لأنه صحاني من أحلى حلم كنت بحلمه. في الوقت ده قلت له: هو في إيه؟ هو الأتوبيس عطل ولا إيه؟ يا اخي فال الله ولا فالك، اتوبيس ايه اللي عطل؟ قوم يا عم احنا وصلنا الفندق. معرفش الوقت فات إزاي، وإيه اللي خلاني نمت النوم ده كله. والأغرب إني ما حسيتش بالدوشة اللي حواليا، زي ما أكون أخدت منوم. كل ده ما خلانيش أعبر عن ضيقي من معتز وأقول له: بتصحيني أنت في أوقات ما يصحش إنك تصحيني فيها يا أخي. انت كنت بتعمل ايه في الحلم بالظبط؟ سبت بنت زي القمر علشان أصحى على وش خنشور زيك. يا نمس، اوعى تكون ناوي ترجع من الرحله دي بعروسه. عروسة مين يا عم؟ ده حلم. طب قوم يا سيدي، الناس بتنزل والاتوبيس بيفضى. يلا ناخد الشنط وندخل الفندق، نلحق اوضه كويسه كده. نزلنا وأخدنا الشنط، وكان أول انطباع عن الفندق إنه مريح نفسيا، تصميمه بسيط وألوانه هادية، وأنا برتاح للحاجات اللي زي دي. دخلنا وكان لازم نستريح شوية من الطريق. أخدنا مفتاح أوضتنا وطلعنا، طبعا ده بعد ما عرفنا ميعاد الغدا امتى علشان نكون موجودين. ده غير إن برنامج أول يوم هيبدأ بحفلة مع دخول الليل. وصلنا أوضتنا وكل واحد فينا اترمى على السرير زي القتيل. عن نفسي رحت في النوم كأني ما كنتش نايم طول الطريق في الأتوبيس. بس بعد شوية بدأت أسمع صوت حركة في الأوضة، زي ما يكون حد بيتمشى. برغم إني سامع ووعي حاضر، ما كنتش قادر أرفع دماغي ولا أفتح عيني. راسي كانت تقيلة جدا، زي ما تكون اتحولت لحجر كبير، صعب عليا إني أحركه. أسئلة كتير كانت بتدور في راسي، كلهم بنفس المعنى تقريبا: هو معتز صاحي ليه؟ ويا ترى بيعمل ايه؟ فضلت أكرر الأسئلة دي وأنا مش لاقي إجابة، لحد ما صوت الخطوات قرب مني. حاولت أنطق وأسأل معتز هو بيعمل ايه، لكن لقيت لساني أتقل من راسي، زي ما يكون اتعقد وفقد قدرته على النطق. استسلمت بدون إرادتي. كل حاجة جوايا كانت بتقولي ركز مع الصوت ده، لحد ما حسيت بإيد بتملس على راسي. ولأني في وعي وحاسس بكل حاجة، قدرت أعرف إن دي مش إيد معتز، دي إيد ملمسها ناعم جدا. حاولت بكل طاقتي إن أفوق من الغيبوبة دي وأرفع راسي وأفتح عيني، لكن مع كل محاولة كانت الإيد بتضغط على راسي، بتعجزني علشان ما أقومش. والغريبة إني كنت بستسلم، قدرتي على المقاومة ما كانتش موجودة، لحد ما سمعت صوت حركة تانية، وبعدها صوت خطوات، ومعاها إحساسي بالإيد اللي ضغط على راسي ده اختفى. الخطوات بدأت تقرب مني، وبعدها سمعت صوت معتز بيقولي: قوم يا عم، انت جاي تقضيها نوم ولا ايه؟ مش كفايه النوم اللي نمته في الاتوبيس؟ حسيت إن التقل اللي فوق راسي اختفى. في اللحظة دي بس قدرت أرفع دماغي وبصيت لمعتز وقلت له: هو أنت كنت صاحي من شوية؟ بصلي باستغراب كده وقال لي: لا انا لسه قايم حالا. بتسأل ليه؟ مفيش، أصل بقالي فترة سامع صوت حد بيتحرك في الأوضة. لقيته هز راسه كأنه بيقلب كلامي في دماغه وقال لي: بقالك فترة. وطول الفترة دي ما افتكرتش تفتح عينك وتشوف مين اللي بيتحرك ومنتظرني بقى صحيك علشان تسألني؟ لا فالح يا أسامة. على فكرة أنا مش بهزر، أنا حسيت باللي قلتلك عليه. حاولت أفتح عيني أشوف إيه اللي بيحصل، بس ما قدرتش. طب قوم يا سيدي، ده شكله حلم زي اللي حلمت بيه في الأتوبيس يا أخويا. ما يمكن البنت إياها اللي أنت حلمت بيها في الأتوبيس جاية تطمن عليك، تشوفك أنت وصلت بالسلامة ولا لأ. بصيت له وأنا عارف إنه بيسف عليا، وقلت له: ما صدقت طبعا تلاقي حاجة تسف عليها. أسف ليه؟ شايفني شريط بايظ؟ سيبك بقى من الكلام ده وقوم، الغدا لسه فاضل عليه 5 دقايق وأنا واقع من الجوع. قمت وأنا ماليش نفس للأكل، بس كنت مضطر أنزل معاه. دي رحلة، وأي حد موده بيكون مش كويس بيأثر على الباقي.
نزلنا وكلنا وبعدها اتجمعنا في ريسبشن الفندق. المشرف كان بيتكلم معانا وطلب مننا نكون موجودين الساعة 8 بالليل قدام الفندق، لأن في حفلة بالليل معمولة على حساب الشركة، هدية منها للمشتركين في الرحلة وكده يعني. ده غير إنه بلغنا إن من بكرة الصبح الدليل هيكون وصل علشان نبدأ رحلة السفاري والتخييم في الصحراء وسط الجبال. قضيت الوقت وأنا سرحان مع نفسي. حتى في الحفلة بالليل ما كنتش مندمج مع حد، بس كنت مركز مع معتز اللي شكله تعرف على كام بنت، لدرجة إنه لمحني قاعد مع نفسي، سابهم وقرب مني وقال لي: مش هتقوم تتعرف ولا اكتفيت بالبنت اللي في الحلم؟ كبرت دماغي من كلامه وهو مطولش معايا، سابني ورجع لهم على طول. الحفلة خلصت والمشرف قال لنا إن الأتوبيس هيكون جاهز الصبح بدري، والدليل هيكون موجود معانا، لأننا هنتحرك لمنطقة بعيدة حوالي 40 كيلو عن الفندق، كلها جبال ومناسبة جدا للتخييم والتسلق. بعد الحفلة كل واحد طلع على أوضته، ولقيت معتز اترمى على السرير زي القتيل. البيه من كتر الرقص ما بقاش قادر يسلب طوله. أما أنا بقى كنت في عالم تاني، مستغرب اللي حصل معايا. أنا شخص مش بيؤمن بالصدفة، وإن كل شيء له سبب. يعني إن الحكاية تتكرر معايا مرتين، مرة في الأتوبيس ومرة في الأوضة، ويكون وعي حاضر وحاسس وفقد القدرة على إني أتحرك، ده شيء في حد ذاته يخليني خايف. قضيت الليل وأنا صاحي، كنت مركز لدرجة إني كنت سامع صوت عقرب الساعة ثانية بثانية. الساعة دخلت على 2، ساعتها صوت عقرب الساعة اختفى، برغم تركيزي معاه وحركته اللي لسه مستمرة قدام عيني. في الوقت ده سمعت صوت خطوات ماشية بهدوء زي صوت عقرب الساعة بالظبط. عيني جابت الأوضة من يمينها لشمالها، مكنتش قادر ألمح أي حد بيتحرك، ومعتز مرمي زي الحبل المرخي على السرير، ومفيش في الأوضة غيري. الصوت بدأ يقرب ناحيتي، ومن تاني حسيت بملمس الإيد الناعم على وشي. قلبي ارتجف وبلعت ريقي من الخوف. حاولت أنطق وأقول مين اللي في الأوضة، لكن لساني اتعقد من تاني. بس المرة دي سمعت صوت بيهمس في ودني وبيقول: انت جيت في وقتك يا أسامة. كان صوت بنت، ما قدرتش أحدد إن كان صوتها جميل ولا لأ. الموقف نفسه مخيف، وطول ما في خوف أي إحساس بأي شيء جميل بينعدم. وبعدين مين اللي ممكن ينبسط بصوت طالع من حد هو مش شايفه؟ في الوقت ده لقيت معتز كان بيتقلب على السرير كأنه خلاص هيصحى. كل اللي كنت حاسس بيه اختفى، وأول ما أدركت الحكاية قمت من مكاني وهزيته من كتفه وقلت له: معتز، معتز قوم اصحى. ساعتها رفع راسه وقال لي وهو بيتاوب: الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2:15. الظهر؟ ظهر ايه يا عم؟ الفجر لسه ما أذنش. امال بتصحيني ليه يا بني ادم؟ ما قدرتش أجاوب، لكني قلت له: مش جايلي نوم. طبعا واخد لي الطريق نوم، ولما وصلت قضيتها نوم، ودلوقتي بقى عايز تقعدني جنبك. بقول لك ايه، سيبنا انام يا عم. بعد الكلمتين دول رفع المخدة وحط راسه تحتها، زي ما يكون بيقول لي: انسى ان اقوم دلوقتي. فكرت اهرب من الأوضة، او بمعنى اصح اهرب من قعدتي لوحدي. ما لقيتش قدامي غير اني انزل الريسبشن. فتحت باب الأوضة ونزلت، لكن معتز كان نايم زي اهل الكهف، ما حسش بيا وانا خارج. نزلت تحت وقعدت في الريسبشن. الدنيا كانت هادية، يا دوب 3 ولا 4 هم اللي موجودين، لكن كده افضل لي علشان ما اقعدش لوحدي في الأوضة. قبل ميعاد السفاري بربع ساعة اخدت بعضي وطلعت على فوق، ولما دخلت الأوضة لقيت معتز صاحي. ساعتها بصلي وقال لي: كنت فين يا أسامة؟ ما كانش جايلي نوم، قلت اتمشى شوية. معلقش على كلامي، كل اللي عمله هو انه كمل لبس هدومه وقال لي: طب يلا انجز، الأتوبيس زمانه قرب يتحرك. جهزت نفسي ونزلت معاه بدون نقاش. الرحلة كانت متجمعة عند الأتوبيس،
كلهم بلا استثناء كانوا واقفين هناك. كل اللي اتغير هو إن كان في شخص لابس بدوي، وبدون ما أسأل عرفت إن هو ده الدليل اللي هيطلع معانا. ولما الأتوبيس اتحرك، مشرف الرحلة قعد زيه زينا بالظبط، لأن الدليل اللي اسمه سالم هو اللي كان واقف جنب السواق وبيدله على الطريق اللي كان عبارة عن مدق في الصحراء بين الجبال. كانت أول رحلة تخييم أحضرها بالطريقة دي. كل الرحلات كانت في أماكن قريبة وطرق عادية، لكن المكان اللي رايحينه طريقه كان غريب، وده اللي خلاني أسأل الدليل وأقول له: لو سمحت، هو احنا هنخيم فين؟ لما جاوبني حسيت إن الأتوبيس كله نزل عليه صعمالة. كل الناس في الأتوبيس اتصدموا، وأنا أولهم، لأن المكان كان معروف إن حصلت فيه كذا حادثة زمان. الغريبة إن الحوادث دي عبارة عن اختفاء. ناس اختفت في الجبل ومن وقتها ما ظهرش ليهم أي أثر، ولا حتى جثثهم ظهرت. ومن وقتها ونادرا لو سمعنا إن حد خيم في المكان ده. لما سالم شاف إن وشوشنا اتغيرت كده قال لنا: مالكم خايفين ليه؟ المكان امان، طالما هتلتزموا باللي بقوله ساعتها هترجعوا بالسلامة زي ما هتروحوا بالسلامة. الأتوبيس وصل لمكان التخييم، والمكان كان عبارة عن دايرة كبيرة حواليها جبال عالية بتحوطها، ما عدا فتحة صغيرة ما فيهاش جبال. وده كان المكان اللي الأتوبيس دخل منه. نزلنا وكل اتنين أخدوا خيمة من اللي كانوا في خزنة الأتوبيس. بس قبل ما نتحرك ونفرد الخيم، سالم اتكلم معانا وقال لنا: المكان فيه عقارب وتعابين، بس مش عايزكم تخافوا. الموضوع بسيط، لما كل واحد ينصب الخيمة بتاعته يعمل حوالين منها دايرة ويقف وسط الدايرة ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين، وساعتها مفيش عقرب ولا حية هتدخل الدايرة. ونفس الحكاية دي تعملوها حوالين نفسكم لو هتقعدوا برا الخيمة. عملنا زي ما قال لنا بالظبط، والأمور كانت ماشية تمام على عكس ما كنت متوقع. الناس باين عليها إنها مبسوطة. ولما خلصنا نصب الخيم وبدأ كل واحد فينا يشوف هو هيعمل إيه، سالم اتكلم معانا تاني وقال لنا: اللي بيحبوا يتسلقوا الجبل ممكن يتسلقوا في المنطقة دي، لكن المنطقة دي لأ. قال الكلمتين وهو بيشاور ناحية اليمين في الجبل، لكنه لما شاور على المنطقة اللي محدش يقرب منها كان بيشاور ناحية الشمال. الناس انطلقت وكل واحد بدأ يستمتع بالحاجة اللي بيحبها، لكن أنا ما كنتش مندمج معاهم. قعدت قدام الخيمة لكن جوه الدايرة المرسومة، واللي قريت فيها آية الكرسي والمعوذتين أكتر من مرة. كنت بلمح من وقت للتاني عقرب أسود بيحاول يقرب من الخيمة، لكن كان بيوصل لحد حدود الدايرة ويرجع تاني. استغربت الحكاية وصدقت كلام سالم، وده اللي خلى قلبي يطمن شوية. مع الوقت الناس انتشرت في كل مكان، حتى لقيتهم قربوا من الناحية الشمال من الجبل، واللي سالم قال إن محدش يقرب منها. لكن لاحظت إن مفيش حد جراله حاجة، وبدأت أحس إن تحذيرات سالم كانت كلام في الهوا، أو علشان يثبت إن وجوده مهم وإنه حافظ المكان زي اسمه. والأكتر من ده كله هو إني بدأت أفسر حالات الاختفاء اللي حصلت هنا على إنها صدفة، برغم وجود فارق زمني متطابق بين كل حادثة اختفاء والتانية، نفس المدة يعني. ده غير إن دماغي شطحت بعيد، وبدأت أقول يمكن أصلا حوادث الاختفاء دي مجرد إشاعة طلعت على المكان، ما هي الصحراء ياما طلع عنها حكايات وأساطير. اتحررت من خوفي وبدأت أتحرك، والشمس كانت بدأت تغيب. الناس مبسوطة والدنيا حلوة، والأكتر من ده كله هو إني لمحتهم بيطلعوا على الجبل من ناحية الشمال ومفيش حد جراله حاجة. بدأت أتحرك هنا وهنا، كنت بدور على معتز، وبعد ما عيني جابت المكان من أوله لآخره لمحته طالع على الجبل من الناحية الشمال. بس ساعتها انتباهي اتشتت عن معتز، وبدأت أركز في حاجة تانية. كان في بنت جميلة جدا فيها شبه كبير من اللي شفتها في الحلم واحنا في الطريق للفندق.
معرفش ازاي ما اخدتش بالي منها طول الرحلة ولا عيني جت عليها. يمكن لاني سرحت في شوية اللخبطة اللي حصلت معايا ومركزتش مع حد، ويمكن حلمت بيها لان عيني جت عليها بدون قصد وعقلي الباطن حفظ ملامحها بدون ما احس. رجلي اخدتني لحد الجبل، ولما وصلت بدأت اطلع صخرة ورا التانية لحد ما وصلت المعتز اللي كان بيبصلي وهو مبتسم وساكت زي ما يكون عارف انا رايح فين. كبرت دماغي منه وكملت طريقي لحد البنت، ولما قربت منها لقيتها وقفت وبدأت تبص ناحيتي. ما كنتش عارف ابدأ الكلام منين، كل البدايات اللي في دماغي ما كانتش مناسبة في الوقت ده، وكنت حاسس ان كل الكلام مش هينفع. بس لقيتها بتبتسم لما شافتني متردد وقالت لي عندك فوبيا من الأماكن العالية؟ هزيت راسي بالنفي وقلت لها لا، بس يعني أمال شكلك مخطوف كده ليه؟ لا عادي، مش مخطوف ولا حاجة. ساعتها شاورت على مكان قريب في الجبل وقالت لي أنا كنت طالعة استكشف الكهف ده، إيه رأيك تيجي معايا؟ بالمناسبة ما كنتش واخد بالي من الكهف لما كنت تحت، لكن قلت اللي خلاني ما اخدش بالي من البنت وهي كانت معايا في نفس الأتوبيس يخليني ما انتبهش للكهف عادي يعني. علشان كده ما قدرتش ارفض لها طلب. بدأت اتحرك ناحيتها وانا حاسس ان المشي على صخر الجبل حاجة سهلة، اما هي فكانت ماشية جنبي في هدوء. ولما وصلنا عند الكهف شاورت بايدها ناحيته وقالت لي هتدخل الأول ولا خايف؟ الكهف ما كانش عميق في الجبل، بالعكس كنت شايف اخره، يعني اقدر اقول عليه انه مجرد تجويف صغير في الجبل. ده اللي خلى الخوف جوايا يختفي. ولما لقيت الدنيا تمام قلت لها مش خايف ولا حاجة، هدخل الاول عادي يعني. دخلت الكهف وبعدها وقفت وبصيت ناحيتها، كانت بتبص ناحيتي بابتسامة غريبة. ده اللي خلاني اقول لها هتفضلي واقفة كده ولا ايه؟ مش كنت عايزة تدخلي الكهف؟ بدون ما ترد على كلامي بدأت تتحرك ناحية الكهف وبعدها دخلت. لكن بمجرد ما بقت جوه الكهف اتفاجئت بصخرة بتنزل من سقف الكهف وبتسد المدخل علشان اتحبس معاها جوه. برغم ان الصخرة قفلت المدخل لكن الكهف ما كانش ضلمه، كان منور بنور احمر زي ضوء النار. في اللحظة دي تفاصيل الكهف اتغيرت، ما بقاش عبارة عن مجرد تجويف صغير في الجبل، ده اتحول لعالم تاني، مكان واسع ومالوش نهاية. وساعتها ظهرت فيه تماثيل من الصخر أشكالها بشعة، كانت منحوتة على أشكال مخلوقات مرعبة وشكلها غريب من اللي بتظهر في أفلام الرعب والأساطير. قلبي كان بيرتجف زي البراد اللي بيغلي على النار، وبمجرد ما شفت اللي شفته بصيت ورايا علشان أشوفها وأعرف إيه الحكاية. بس لما شفتها ما كانتش هي، زي ما تكون اتحولت، الهدوم اللي عليها اختفت، جسمها كان ممسوح ما فيهوش أي تفاصيل، كان عبارة عن جلد مسطح خالي ومليان تجاعيد. أما وشها فملامحه اتغيرت تماما، ودانها طولت ومناخيرها اتقوصت لتحت، وعينيها شكلها اتغير وبقت مشقوقة بالطول. ما قدرتش انطق لما شفتها في الشكل ده. في الوقت ده حسيت اني زي الوتد اللي مدقوق في الارض، ما كنتش قادر اتحرك. حاولت بكل طاقتي اني اسألها انت مين ولا ايه اللي بيحصل، لكنها زي ما تكون قرت اللي في دماغي بدون ما اتكلم، لانها جاوبتني وقالت لي انت في كهف قبيلة الملاعين اللي حان الوقت انها تستعيد مكانتها في العالم السفلي لما تقدم قربانها البشري لإبليس، لأن القربان ده واقف من فترة طويلة بسبب قبيلة الترابين البشرية اللي دايما بينجدوا القربان في اللحظات الأخيرة، لكن ده وقت القربان. وبعد ما قالت الكلمتين دول سابتني ودخلت الكهف. لكن بمجرد ما مشيت من قدامي لمحت لها ديل طويل لامس الأرض، وسمعت صوتها بيرن في الكهف وبيقول انت جيت في وقتك يا أسامة. نفس الكلمة اللي سمعتها في الأوضة،
ونفس الصوت. عمري ما حسيت برعب زي اللي حسيت بيه في اللحظة دي، خصوصا لما اختفت من قدامي. وبعدها لقيت التماثيل الصخرية المرعبة دي بدأت تتحرك، زي ما تكون الروح دبت فيها، وبدأوا يقربوا مني وهم بيزقوا قدامهم تابوت من الصخر اللي كان واضح من شكله وحجمه إنه على مقاسي بالظبط. أعصابي ثابت ووقعت في الأرض لما شفت التابوت بيقرب مني، ولما لقيت إيديهم ممدودة ناحيتي علشان يحطوني في التابوت. فقدت الوعي من الصدمة وما حسيتش بأي حاجة. أسامة، أسامة، فوق يا أسامة. فتحت عيني على صوت معتز. بدأت أبص حواليا، عيني كانت بتلف في دايرة كلها صخور عشان أكتشف إني كنت فاقد الوعي جوه الكهف. ساعتها شفت سالم جنب معتز. الأول ما عيني جت عليه لقيته بيقول لي: الحمد لله على السلامة يا ابني. هو أنا مش حذرت إن محدش يطلع الناحية دي من الجبل؟ في الوقت ده ما كنتش قادر أتكلم. ده اللي خلاهم يسندوني علشان أقوم من الأرض. قمت بالعافية ومشيت معاهم وأنا ساند على أكتافهم. خرجنا من الكهف ونزلنا من على الجبل. ساعتها كل اللي في الرحلة كانوا متجمعين يبصوا عليا وأنا نازل بين معتز وسالم زي القماشة الدايبة، لحد ما وصلنا عند الخيمة بتاعتنا ودخلنا الدايرة اللي حواليها. ساعتها بس قدرت أنطق لما دخلت في الدايرة اللي مقروء فيها آية الكرسي والمعوذتين. وفي اللحظة دي قدرت أحكي لهم. كنت قاعد في الدايرة دي ولمحت عقرب أسود بيقرب من الدايرة، وكل ما يلمسها يبعد. بعدها شفت معتز على الجبل ناحية الكهف، وشفت بنت جميلة جنبه، نفس البنت تقريبا اللي شفتها في الحلم. ده اللي خلاني أطلع عندهم، لأني لقيت الموضوع عادي. ولما طلعت البنت عرضت عليا نستكشف الكهف سوا. بعد اللي قلته ده حكيت عن اللي شفته جوه الكهف، البنت اللي اتحولت وبقى ليها ديل، التماثيل الصخرية المخيفة اللي اتحركت، والتابوت الصخري، وكل حاجة خلتني أحس بالرعب وأفقد الوعي. ساعتها معتز كان بيبصلي باستغراب وبيقول لي: أنا لا طلعت جبل ولا كان في بنت، كل الحكاية إني شفتك سارح مع نفسك وطالع، ومشيت لوحدك ودخلت الكهف. ساعتها جريت ندهت العم سالم وطلعنا لقيناك فاقد الوعي. كنتش عارف أرد على كلامه، لكن اللي رد وفسر كل حاجة هو سالم لما قال: مفيش بنت ولا احزنوني يا ابني. العقرب الأسود اللي كان بيحاول يقرب منك كان شيطان، وما قدرش يدخل الدايرة لأنها كانت متحصنة، لكنه أغواك على طريق نقطة ضعف موجودة في أي بني آدم. ظهر لك في صورة بنت جميلة عشان يستدرجك، وكان بيعاون شيطان تاني ظهر في شكل صاحبك على الجبل علشان يديك الأمان وتطلع، وقدروا يوصلوا للي هم عاوزينه. لما فسر اللي حصل قعد جنبي في الدايرة وقال لي: أما بقى عن حكاية الكهف ده، فهو مأوى لشياطين ملاعين مطرودين من العالم السفلي، وعشان إبليس يرضى عنهم بيقدموا قربان بشري كل فترة زمنية، وده سبب حوادث الاختفاء اللي حصلت هنا. بيستدرجوا واحد للكهف، ولما يفقد الوعي يبدأوا طقوس القربان بتاعهم، واللي بتبدأ بدخوله التابوت الصخري. ولما الطقوس تتم الشخص ده بيختفي، لأنه بيكون ساب عالمنا وراح العالم بتاعهم وبقى ضحية وأمره بينتهي. لكن كل اللي نجا زي حالاتك كده كان على ايد واحد من قبيلة الطرابين، وهم بيقرأونا علشان ياما أفسدنا عليهم قرابين كتير، ومش عارفين ينالوا رضا إبليس عليهم وعايشين مطاريد ملاعين. والكهف ده هو بوابة عالمهم. ده اللي خلاني أحذر منه، وقلت لكم قبل كده لو سمعتوا التعليمات هترجعوا بالسلامة زي ما هتوصلوا بالسلامة. وكويس ان صاحبك انتبه لك ونده عليا. لو كنت دخلت التابوت الصخري كان زمانك هناك دلوقتي، لانه صراع مش هينتهي، صراع جذوره من جذور صراع الخير والشر. وانت ربنا بيحبك، حذرك عن طريق احلام انت شفتها، وعن طريق احداث حصلت في عقلك الباطن،
ولما كل ده ما جابش نتيجة ربنا جعلني السبب علشان أنقذك بشكل مباشر. خلص كلامه وبعدها سابني ومشي. معتز كان قاعد جنبي بيحاول يهديني، مكنتش عارف اقول له ايه ولا اعمل ايه. زي ما فهمت ان الحلم اللي شفته والاحداث دي كان تحذير من اللي حصل دلوقتي، لكن انا اللي ما كنتش فاهم. مفيش دقايق ولقينا مشرف الرحلة بيطلب مننا نلم الخيم لاننا هنسيب المكان فورا، وعرفنا ان دي تعليمات سالم لانه حاسس بالخطر في المكان، وان اي شيطان منهم ممكن يستدرج اي حد الكهف الملاعين مرة تانية، ومش كل مرة العواقب هتيجي سليمة. لمينا كل حاجة ومشينا، وعلشان ما يكونش اللي حصل ده سبب ضياع الرحلة على الناس، سالم أخد السواق لمكان تاني من اللي الناس كانت بتخيم فيه، مكان عادي ومفيهوش خطر. حمدت ربنا إنه سترها معايا. علشان كده قلت لكم في البداية إن اللي يعيش ياما يشوف، واللي يسافر يشوف أكتر، وأنا مش هشوف في حياتي أكتر من اللي شفته. وبس كده انتهت قصتنا النهاردة. ولو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. تصبحوا على خير واشوفكم في القصة اللي جاية.